من اكبر المشاكل اللي بيقعوا فيها الملاك ان هم بدل ما يدخلوا على عربيتهم ويلفوا لفه كامله حوالين العربيه، بيدخلوا على باب العربيه على طول من غير ما يبصوا على العربيه من قدام ومن ورا بعينيهم كده بطرف عينيهم، بحيث ان هم يتاكدوا خصوصا من قدام اللي مفيش تسريب لزيت او لميه، فبالتالي بيضمنوا ان رحلتهم تبقى تمام وما يحصلهمش فيها اي مشكله. العربيه دي فيها ايه يا هندسه؟ بص يا استاذ احمد، العربيه دي من برضه الحاجات المشهوره فيها اللي خراطيم زيت الفتيس بتضرب، خراطيم التبريد. لو ساعتك كده ملاحظ هتلاقي في خرطوم راكب وخرطوم مش راكب، نقول مثلا بنسبه 50% لوحدها لوحدها ما فيهاش اي مشاكل. طب ملهاش حل ان احنا نعمل لها افيز او اي حاجه؟ هو ده اللي احنا بدانا نعمله. لو حد جالنا في اي صيانه بنروح نزود له افزان معدن ايطالي على اول الخرطوم واخر الخرطوم، فبيمنع نسبيا. نحاول نتجنب المشكله. بس هو نوعيه الخراطيم اللي نازله في العربيه دي من فابريكتها مش حلوه، فالعميل يبقى ماشي في امان الله، ترس الفتيس ينور قدامه في الطابلوه، طبعا يحصل خضه جامده. ترس الفتيس ينور قدامه في الطابلوه، ده معناه اللي فيه مشكله كبيره في الفتيس او زيت الفتيس كله بقى على الارض. لازم يوقف العربيه في ساعتها، لازم من غير حركه، واول حاجه يعمل ينزل يبص على الخرطومين دول ويبطل العربيه. لازم يبطلها، الفتيس كده كده بيبقى شغال حتى لو العربيه دايره. طبعا عشان في سلكتينه بتلف باستمرار. يبطل العربيه، ده اساسي. ما يقولكش مثلا انا ما مشيتش انا ما عملتش. لا مفيش الكلام ده يا استاذ احمد، الفتايس دي بقت حساسه جدا 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 وشغلها محسوس. طيب تمام. ممكن يكون الخلوص الارضي او نسبه الخلوص الارضي ونسبه ارتفاع الخرطوم دي ممكن تكون هي المؤثره اللي بتخليه يضرب، ولا مالهاش علاقه؟ لا، لو جالنا مثلا 10 عربيات مثال يعني، منهم عربيه واحده مثلا خبطت في ارض فالخرطوم باظ او المعدن ده باظ اللي هو الماسوره بتاعه التبريد، تمام. اما كل الاجمالي الخراطيم تضرب لوحدها. طب انت كنت حابب ان انت تشير لجهاز تغيير زيت الفتيس في الفيديو دوت، ممكن تقول لي انت عايز تشرح لي حاجه عنه او اهميته ايه الجهاز دوت؟ بص، ده اهميته يا استاذ احمد، العربيه اللي بتيجي مغيره زيت فتيس غير مطابق لمواصفه العربيه، تمام كده، فبنضطر نسحب كل الزيت اللي في الفتيس والقربه. حلو. فده اللي بيخلينا نسحب زيت الفتيس بالكامل، تمام، اللي هم تقريبا حوالي 8 لتر. الخرطومين دول بيركبوا مكان الخراطيم اللي انا شاورت حضرتك عليها اللي هي ضربت. ايوه. فياخد الزيت القديم يبدا يفلتره ويرجعه ينظف بيه الفتيس. الدوره دي لمده ساعه الا ربع. حلو. وبعد كده نبدا نضخ زيت الفتيس الجديد. هو ده الاشاره اللي انت عايز تشير ليها بالظبط كده، اللي هو اهميته بالنسبه لتغيير الزيت لو هو عايز ينزل كل الزيت اللي موجود في قلب العربيه بالظبط، اللي مش مطابق لمواصفه العربيه. تمام. هو عايز يغيره كله، فاحنا بالجهاز نغيره كله. طيب الله ينور يا حبيبي يا هندسه. استاذ احمد، حبيبي نورتني. شكرا.